السلام عليكم، مرحبا بكم في القناه ديالي. السيمانه جديده كتاب جديد. كيقول المثل المغربي نهار عيدكم نهار جوعكم، وهذا هو المثل اللي كيدور عليه الكتاب ديال اليوم. وانا هذه طرات لي شحال من مره مع كيدخل الصالير نهار 10 في الشهر ما كيبقى فيه والو، كندوز الشهر غير بالروز ولي باط. فهمتي الموضوع اللي غادي نهضروا عليه اليوم؟ حل ودنيك مزيان حيت غادي نهضروا على الإعاقه والثقافه الماليه اللي كيبارطاجيها معنا روبير كيوازاكي في الكتاب ديالو بيغ ريش بيغ بوفر او الاب الغني والاب الفقير. غادي نشارك معكم دروس ديال اهم الكتوبه وواحد من لي بيست سيلر عالميا في هذا الدومين. هذا الكتاب كيدوي ان جينيرال على كيفاش الواحد يجيري المصروف ديالو وكيفاش ينفيستي فلوسو باش يدير لاباس وما يبقاش ديما غارق في الدوامه ديال الكريديات. وهادشي اللي غنفسروا في هذا الكتاب راه ما كيقولوش لينا في المدرسه الاخوان، دونك حل ودنيك مزيان فوا جوج. غادي تشوفوا معايا شي حوايج اللي غادي يبدلوا لكم طريقه التفكير ديالكم على الفلوس والثقافه الماليه بشكل عام. هذا الكتاب بالطبع معروف وهضروا عليه بزاف ديال الناس في الانترنت. غادي نحاول نعطيكم اليوم ادوات وحلول تطبيقيه اللي غادي تنفعكم باش تنميو الثقافه الماليه ديالكم. قبل ما نغرقوا في الموضوع خليوني نقدم لكم شكون هو مول الكتاب روبير كيوازاكي. سي روبير كيوازاكي مستثمر امريكي كبير كيعطي محاضرات في العالم وكتب بزاف ديال الكتب على الثقافه الماليه اللي هي سبيسياليتي ديالو. عاون الناس باش تكون عندهم الحريه الماليه، يعني الواحد يكونوا كيدخلوا الفلوس بلا ما يكون خدام عليهم، واللي غادي نهضروا عليها في هذا الفيديو. غادي نشوفوا ثلاثه ديال المفاهيم بساط ديال الاب الغني الاب الفقير اللي غادي يعطيوك استراتيجيه اللي مهم تفهمها الا بغيتي دير لاباس. المفهوم الاول هو المايند سيت بيزنس او الثقافه الماليه، يعني اشنا هي الثقافه الماليه اللي خصها تكون عندك سورتو في عالم كابيتاليست بحال اللي كنعيشوا فيه اليوم. المفهوم الثاني هو كيفاش كيفكروا الناس اللي لاباس عليهم، شنو هي لا فيلوزوفي ديالهم، علاش كيفكروا بهذه الطريقه. المفهوم الثالث اشنا هما استراتيجيات ديال الاستثمار ديال الناس اللي لاباس عليهم، علاش كيانفيستيو، فين غادي انفيستيو، اشنو هما الحوايج اللي كيجيبوا الفلوس اكسيتيرا اكسيتيرا. بقاو معايا حيت هاد ثلاثه المفاهيم مزيان تعرفوهم في حياتكم. واجي نشوف واش كيقول لنا سي روبير كيوازاكي. المفهوم الاول اهميه ديال الثقافه الماليه. الثقافه الماليه مهمه بزاف، ما جاوش وقالوا نوليدج از باور. بنادم اللي دار فلوس او الثروه مساله ديال اختيار وتعليم وماشي مساله ديال مستوى اجتماعي. هذا باش نكونوا متفقين عليها. كيفسر لنا كيوازاكي بان الثروه كتبدا بتبديل العقليات او المايند سيت. الاشكاليه اللي كيطرح روبير كيوازاكي هي واش التعليم التقليدي كيأهلك باش تجاري الفلوس ديالك وباش تكون عندك ثقافه ماليه. الملاحظه اللي حنا كاملين متفقين عليها هي كنبقاو غارقين في برامج دراسيه بعض المرات ثقيله بزاف وما كتلقى حتى ماتير ولا موديول في الليسي مثلا ولا في التعليم العالي على كيفاش الواحد يجاري فلوسه وعلى الثقافه الماليه بشكل عام. وهذه في العالم كامل، ما كنهضرش على شي بلاد محدده. السر اذا كاين في الثقافه الماليه. فهم الثقافه الماليه بحال فهم لغه جديده اللي هي ثقافه ديال الحريه الماليه او لا ليبرتي فينونسيير. فهم ميزان الدخل ديال لي باسيف ولي زاكتيف او المصاريف والمداخيل اللي غادي نطرقوا ليه بالديتاي في الشابيتر الجاي. وفهم كيفاش استثمروا الاغنياء المال ديالهم او فلوسهم باش يكون عندهم مداخيل مستمره. مثلا يكون عندك شي سايد بيزنس. هذا المفهوم ديال سايد بيزنس الاخوان ولا مشهور في الغرب. كتلقى الواحد خدام عنده صالير وكل شيء وعنده واحد البيزنس في انترنت سورتو اللي كيدخل ليه واحد الصالير اضافي على الصالير ديالو. كيقول روبير كيوازاكي ما بقاتش شحال كتشد في الاخر ديال كل شهر، ولكن شحال كتخلي كل شهر وكيفاش كتستثمر الفلوس اللي كتوفر. الواحد يبدا من اليوم يثقف راسو بالثقافه الماليه، يجلس مع راسو يشوف شحال كيخسر وكيفاش كيصير المدخول ديالو، وما يضربش الصالير ديالو كامل، يخلي على الاقل واحد 20% ديال الصالير لشي انفستيسمون صغير. وكاينه واحد القاعده ديال 50 30 20 كتقول 50% ديال الصالير مخصص للمصاريف اليوميه بما فيها كرا ماكله وزيد وزيد. 30% ديال الصالير مخصص للانشطه مثلا سفر ولا درتي شي نشاط مع صحابك ولا اكتيفيتي اللي كتستهلك شويه ديال الفلوس. و20% للسيفينز او بما نسميها الجليجه، يعني توفر 20% من الصالير ديالك وتحطها في شي كونط ابار باش تستثمرها شي نهار في شي بروجي. وتحيه لسواسه خبراء في الدومين. المثال اللي عطى روبير كيوازاكي باش يفسر هذا المفهوم هو اللي تعطات عليه السميه ديال الكتاب الاب الغني والاب الفقير. جوج ديال الرجال اللي عندهم مسارات مختلفه وخصوصا في طريقه التدبير وحتى التبذير ديال المال ديالهم او الفلوس ديالهم. هذه القصه تقدر تغير لك النظره على كيفاش تبني الثروه والنجاح بصفه عامه. الراجل الاول هو الاب الفقير، راجل كان قراي في صغره وخدا الدكتوراه في الاداب، راجل محترم عنده واحد الرتبه في المجتمع، صالير في الاخر ديال الشهر كاستاذ جامعي
ولكن ديما كيتشكى من الفلوس، ديما مسلف، بنادم كيتسالو، وكل الاخر ديال الشهر كيدوزو غير بزز، بالرغم بان السيد كيضرب تماره وكيخدم وعنده صالير محترم ديال استاذ جامعي. الراجل الثاني في القصه هو الاب الغني اللي ما عندوش شي ديبلوم في حياته، دار ديبلوم على قد الحال مقارنه مع الاول اللي استاذ جامعي، ولكن دار فلوس اللي جمعها مع الوقت. السيد كيعرف يجري فلوسه، بدا وهو صغير كيانفيستي الارباح ديالو دولار بدولار حتى ولا لا باس عليه. بدا كيطبق في استراتيجيه ديالو وهو صغير، كان كيعاود يستثمر الارباح ديالو بشويه بشويه، فهم باللي راه الفلوس خاصها تخدم عليه وماشي العكس. واش عرفتوا بحال هاد الناس على من كندوي؟ كتلقى السيد عنده عمارات، فلوس الكرا داخله، داير ريستورون حاط فيه واحد، مهم هو جالس وفلوس كتدخل. وهذا هو مفهوم الحريه الماليه. هاد القصه كتنطبق على بزاف ديال الامثله في المجتمع ديالنا. بعض المرات كتشوف شي واحد بدا من الزيرو، عائله فقيره ما كان عندهم والو، وغادي بشويه بشويه مقاتل مع الوقت، واحد الوقيته حتى كيدير بوم وكيوصل لانجازات كبيره. كتلقاه بنا ديور، عنده محلات، عمارات، ومازال غادي. علاش هادشي؟ لان كاين شي ناس عندهم ثقافه ماليه واستراتيجيه في الاستثمار ديالهم، واخرين ما عندهمش هاد الثقافه. الكتاب ديال الاب الغني والاب الفقير كيعلمنا باللي الثروه ما جاتش بشحال كتشد، ولكن شحال كتخلي كل شهر وكيفاش كتنمي فلوس اللي جامع. باش نسال هذا المفهوم الاول، الطريق للحريه الماليه كتبدا بتغيير المايند سيت، والواحد يدير في راسو باللي الا جمع الفلوس وعرف يستثمرهم في استثمارات صغيره، يعني يبدا صغير، مع الوقت غادي تبدا الثروه ديالو وفلوسو كيتزادوا بشويه بشويه، ايميك ايميك. ندوزو للمفهوم الثاني، هي فكر بحال الاغنياء. الاشكاليه اللي كيطرح كيوازاكي هي كيفاش الناس يفكروا باش فلوس تخدم عليهم وماشي هما يخدموا على الفلوس، يعني ما يبقاوش خدامين على قبل صالير في الاخر ديال الشهر. بزاف ديال الناس عندهم عقليه ديال يخدموا باش يتسناو يدخل الصالير في الاخر ديال الشهر. كيوازاكي كيوضح لنا العكس، يعني كيفاش تخلي فلوسك تخدم عليك وباللي راه فلوس كتجيب فلوس، وهذه هي العقليه ديال الناس الاغنياء. ماشي بحال الناس اللي كيتسناو صالير في الاخر ديال الشهر واللي كيسميهم واحد الدري صاحبي كائن فيرماوي. كتلقاه كيتسنى صالير في الاخر ديال الشهر، ومع كيوصل الصالير كتمشي نسبه كبيره في الكريديات. وهذه منين جات المثل ديال الكتاب نهار عيدكم نهار جوعكم، وما فاهمينش باللي هذيك الزون دو كونفور هي اللي كتخليهم اللور. وهنا فين كاينه النقطه ديال كيفاش كيفكروا الاغنياء. كيقول كيوازاكي باللي الاغنياء كيفكروا ديما باش يخرجوا من الزون دو كونفور وياخذوا الريسك، في بلاصه ما يخليو الخوف يغلب عليهم ويبقاو ديما في السيكوريتي. الغني كتلقاه كيانفيستي في راسو، كيشري كتوبه، كيتعلم حوايج جداد، داير دي فورماسيون، ديما كيبقشش في انترنت. اليوم كاينين في انترنت دي فورماسيون كاليتي عاليه وفابور، ولي فيديوهات تعليميه في يوتيوب باش تولي عنده ثقافه واستراتيجيه ديال التجاره، وتقدر تعطيه الثقه في النفس باش يخرج من هذيك الزون دو كونفور وياخذ الريسك. وعلى حساب كيوازاكي هذيك تخرج من الزون دو كونفور وتاخذ الريسك هي طريقه باش كيجيبوا الناس الفلوس. هادشي ما كيعنيش الاخوان الواحد ياخذ الريسك غير باش ياخذ الريسك، هادشي كيعني الواحد يعرف شنو باغي، شنو عاجبو، وفين كيلقى راسو، في بلاصه ما يبقى مخشي في واحد الدوامه ما عاجباش وعايش تبانه في البطانه. باش تعاون راسك تخرج من الزون دو كونفور، فكر بحال عقليه ديال مول الشكاره، يعني قلب على دي زافير او تبزنيسه تقدر دير بها شويه ديال الفلوس وتسلك منها شويه واحد المبلغ مالي. تقدر تكون شي حاجه في الكوميرس مثلا، الا كانت عزيزه عليك الرياضه تقدر تتاجر في لي برودوي ديال البروتينات وكذا، تحل باج انستا تبدا تطلع فيها بشويه بشويه. واهم حاجه هي الاستمراريه، الا ما كانش استمراريه البروجي كيموت مع الوقت. المثال اللي عطى روبرت كيوازاكي هو ديال فار قفص، وديري ليه داك الرويضه اللي كيجري فيها، وهذيك هي الروتيني ديال داك الفار. نهار بعد نهار كيجري بسرعه اكثر، عند راسو الا جرى اكثر غادي يفوت داك الرويضه ولا غادي يخرج منها. شوف اش كيقول ليه راسو. واللي ما فهمش هذا الفار هي شحال ما كانت السرعه اللي كيجري بها كيبقى في بلاصتو. كيقول كيوازاكي هذا الرويضه هي رمز ديال بنادم كيجري على الفلوس وما كيقلبش على الحريه الماليه، واللي كنسميوها بالرات ريس او سباق الفئران اللي غنى عليها بوب مارلي. ملايين ديال الناس محبوسه في الرات ريس وعندها امل باش يعيشوا في مستوى احسن، لكن في اغلب الاحيان كتلقاهم محبوسين في واحد الدوامه ديال الخدم، تسنى الاخر ديال الشهر باش يخلص الكريديات اللي عنده، يلا كيتكافاو مع الاخر ديال الشهر، والا بقى لهم شويه باش يسافر. شي وحدين كتلقاهم خدامين اعوام هادي ومازالين في نفس البلاصه اللي كانوا فيها، تلقاه طلع السالير ديالو اييه، ولكن النيفو دو في حتى هو طلع، وكيف قلنا قبيله ما بقاتش شحال كتشد ولكن شحال كتخرج. هاد القصه ديال الفار كتخلينا نفكروا باش الواحد يخمم بطريقه مختلفه، وماشي غير يبقى يجري، بل يحاول يخرج من الزون دو كونفور وياخذ الريسك ويخرج من الرويضه في شي مرحله من الحياه ديالو. الحريه الماليه ماشي شي حاجه اللي مخصصه لواحد النخبه ديال المجتمع، ولكن مخصصه للناس اللي كيفكروا بشكل استراتيجي ومختلف وكيعرفوا يستثمروا، وهذه هي اللي غادي نشوفوا في المفهوم الجاي. غادي ندوزو للمفهوم الثالث. الكاتب ديالنا كيورينا وكيعطينا السر كيفاش تستثمر بحال الناس الاغنياء. غادي نشوفوا المفهوم اللي مشهور به روبرت كيوازاكي اللي هو الاكتيف والباسيف او المداخيل والمصاريف. الاشكاليه المطروحه هي كيفاش تتعلم تخدم الفلوس وتنتج لي زاكتيف. اشنو بغى يعني لينا روبرت كيوازاكي بالمداخيل والمصاريف؟ المصاريف او الباسيف
هو اي حاجه كتدي لك الفلوس بدل ما تجيب لك الفلوس. مثلا حطيتي فلوسك في طوموبيله زوينه كنتي مشهيها وخديتي عليها كريدي، في هذه الحاله الطوموبيل كتعتبر باسيف. الطوموبيل فيها مصاريف، كتاكل ليسونس، خاصك كل مره تبدل فيها شي حاجه، دونك كتاكل الفلوس. على العكس الا حطيتي فلوسك في محل ودرتي به كوميرس مثلا وبدا كيجيب لك الفلوس، الور هذا كيتعتبر اكتيف. بنفس الطريقه الا درتي طوموبيل كوميرسيال بديتي خدام بها في ليفريزون كتدخل لك الفلوس بدل ما كتاكل لك الفلوس، فهذه حتى هي كتعتبر اكتيف. بمعنى اخر لاكتيف هو اي حاجه كيزيد لك الفلوس في الاخر ديال الشهر، والباسيف هو اي حاجه كتاكل لك الفلوس في الاخر ديال الشهر. وهنا فين كنرجعوا المايند سيت او الثقافه الماليه. اللي ما عندوش ثقافه ماليه واستراتيجيه كيصدق حاط فلوسه في شي حاجه ما محتاجهاش وكتطلب منه التزامات ماليه، وكيولي مزير راسو في بلاصه ما يحط فلوسه في شي حاجه مفيده اللي غادي تقدر تدخل ليه الفلوس. وهذه هي استراتيجيه ديال الاستثمار ديال الناس اللي لا باس عليهم. البرانسيب هنا هو ان الاغنياء ما كيحطوش فلوسهم في شي حاجه اللي ما محتاجينهاش، وكيحطوهم في شي حاجه اللي غادي تدخل لهم فلوس. الدرهم كيعرفوه منين جا وفين تخسر. كيبقى السر اذا هو فهم الفرق ما بين المداخيل والمصاريف او الباسيف والاكتيف، وكيفاش تستثمر غير في الحوايج اللي كيجيبوا لك الاكتيف او المداخيل. كيقول كيوازاكي الواحد يجلس مع راسو ويشوف اشنا هي الحوايج اللي كتديني الفلوس غير هكاك، واللي هما لي باسيف. يحاول ما امكن يقلل من الباسيف ويشوف اشنا هي الاستثمارات اللي يقدر يزعم فيها باش يوليو عنده ديزاكتيف او مداخيل. الاشكاليه الثانيه اللي كتطرح في هذا المفهوم هي كيفاش تلقى الحوايج اللي تانفيستي فيهم او تستثمر فيهم. المثال اللي نقدروا نهضروا عليه وكيفسر هذه الاشكاليه هو المثال ديال مايك. هذا مايك دار لاباس في العقار، هو انسان ديغوردي عزيز عليه البريكولاج، يصوب ساقطه هرسات روبيني، يعاود الجليج. عرفتوا هذا النوع ديال بنادم؟ المهم فوقت ما كتكون شي دار قديمه خاصها اصلاحات مزاعم يشريها، كان مايك كيزعم عليها كياخذها بثمن رخيص، كيصلحها بيديه في وقت الفراغ ديالو، كتاخذ ليه الوقت حيت ماشي غير اجي وعاود دار، كيبقى معاها بشويه بشويه وفي الاخر كيعاود فيها البيع بالتريبل ديال داكشي اللي كان شراها. يعني كيدير فوا 3 الا كان شراها مثلا ب 50 مليون كيسلق بها 150 مليون بعد الاصلاحات. هذا المثال كيورينا باللي هذيك الهوته اللي كيقلب عليها كاع بنادم ما كتجيش غير هكاك، خاص الواحد فريمون يضرب عليها تماره، ومن غير خاصها تكون في الدومين ديال الكفاءات ولا لي كومبيتونس اللي عنده. كيقول لنا كيوازاكي باللي الفلوس ما كتجيش غير بالخدمه والهارد وورك، بل حتى بالذكاء وكيفاش كنستخدموا الموارد ديالنا. بحال المثال ديال مايك هو اصلا عزيز عليه البريكولاج، فمشى للدومين اللي كيعرف ليه واستخدم الموارد ديالو في البروجي. كيشرح لنا اذا روبرت كيوازاكي في الكتاب هكا كيانفيستيو الناس اللي لاباس عليهم. يعني خصك تشوف الكفاءات ديالك، تمشي منهم تشوف اشنا هما، ومنهم تانفيستي في شي بروجي اللي في الدومين ديال الكفاءات ديالك. وصلنا للنهايه ديال هذا الفيديو. عطانا روبرت كيوازاكي السر ديال كيفاش الواحد يدير الفلوس بشويه بشويه. شفنا 3 ديال المفاهيم اللي يقدر يطبقها الواحد: المايند سيت بيزنس، الواحد يخرج من الزون دو كونفور، والثالثه الفرق ما بين المصاريف والمداخيل، لاكتيف والباسيف. الواحد يزعم يستثمر في الدومين ديال الكفاءات ديالو وبشويه بشويه كيف ما كيقولوا سويسه الجمل كيدخل القدره. هاد 3 ديال الافكار هما الاساس باش الواحد يدير لاباس مع الوقت. وكنحدد مع الوقت حيت داكشي ما كيجيش بين الليل ونهار، خاص استراتيجي وخدمه طويله ديال سنين وسنين. بالنسبه ليا هذا الكتاب كيبقى مرجع خطير اللي خاص كل واحد يقراه ويانفيستي في راسو باش يفهم هذا المفهوم بالديتاي ديال لاكتيف والباسيف، ويدخل هذا البرانسيب ديال لاكتيف او المداخيل في حياته. يعني يقلب على شي طريقه اللي بقى ديما يدخل بها واحد شويه ديال الفلوس اون بلوس على الصالير ديالو. هاد الطريق ما سهلاش، كتبغي استراتيجيه، الصبر والمداومه. الواحد يبقى ديما داير بين عينيه القصه ديال الفار اللي كيجري وسط داك الرويضه اللي كيريبريزونتي الرات ريس، ويفكر شي نهار يخرج منها، يشوف داكشي اللي كيعجبو ويتوكل على الله في شي بيزنس. شخصيا باغي نوصل للحريه الماليه، وهذا الكتاب كيقربني من الهدف ديالي. خلاني نبدل النظره على المصاريف او لي ديبونس ديالي. بعض المرات كنخسر الفلوس في شي حاجه ما باغيهاش وما كتجيب لي حتى ربح، ولا استراتيجيه اللي نقدر نطبق باش نكثر من لي زاكتيف ديالي او المداخيل. بارطاجي الفيديو مع شي واحد باغي يدير لاباس في حياته وعنده مع هادشي ديال البيزنس. انا كنقول لكم موعدنا السيمانه الجايه في كتاب جديد. شكرا على المشاهده، كان معكم كمال.